يا فواز، اليوم لا تشد ظهرك بهذه الحكومة، ترى الحكومة رايحة، قسما بالله العظيم ما راح تظل. والله عزيزي، وحق لا إله إلا الله ما راح تظل. هذه أنا أشد ظهري بدولتي. أنا اليوم مع فكر هذه الدولة ورؤية هذه الدولة، والرئيس أحمد الشرعي يمثلني. وإذا انتبه انتبه، اليوم أنا بالنسبة لي كرأيي الشخصي، إما هذه الدولة تخرج أقوى وإحنا نعلو بعلو هذه الدولة ونسمو بسموها، أو إذا راحت هذه الدولة أنا ما عندي شيء أخسره صدقني. إذا انفنت سلالتي عن بكرة أبيها ما يهمني بعدها. أنا اليوم إذا خسرت دولة خسرت ديني وخسرت وجودي وخسرت كل شيء. لا يعني لا تفكر لما أخسر هذه الدولة راح يبقى للحياة أصلا في شيء له قيمة بعيني. انا مؤمن بهذه الدوله ايمان كامل يشهد الله. اما هذه الدوله تنتصر ونكون معاها كرامتنا محفوظه موجوده، او وجودنا كله ما له قيمه. يكون بعلمك يعني احنا ما احنا نعم. موضوع والله اليوم انا مع الدوله لانه الدوله موجوده، واذا راحت على العكس احنا هذا طريق مختارينه، يا مع هذه الدوله لاخر المشوار، او لا سمح الله في حال حدث ما حدث فأي شيء يصير علينا احنا نستحقه وراضين به، ولكن احنا مع دولتنا للآخر يعني. ماشي، ونحن مثل ما قال الأخ وزان نحن مو ضد العرب نهائيا، نحن ضد الدولة. أول شيء أذكرك بشغلة، فواز، الأكراد لا يفاوضون على مبادئهم. بأيام النظام السوري الأكراد كانوا يفاوضون على الإدارة الذاتية، يا رجل سقط يا النظام رجل، اي واليوم هذا مبادئ قد انت يفاوضون كنت على الإدارة اسير عند الذاتية. النظام اللي كان قامعك كل هالسنين؟ اي مبادئ اللي تتكلم عنها؟ وبعدين تمام، نرجع نحن على الكرد. كنا. انا جالس اتكلم عن قسد. انت ليش مصر؟ انت ليش مصر تخلط قسد بالكرد؟ السبب؟ لأن كل كردي قسدي. طيب منو فوضك تتكلم باسم الكرد؟ أنا كردي، أنا فوضت نفسي نتكلم عن اسم الكرد. مو على كيفك. لا لا، على كيفي على كيفي، أنا كردي وأمثل كل الأكراد عندك هنا بالله. مو على كيفك. إذا بي واحد يعارض يطلع كردي يحكي يقول أو يحط رقم واحد. عرفت علي؟ ثواني، ثانيا يا أخ فواز، يا فواز، السالفة مو مطولة على كل. عرفت علي؟ مثل ما رحت السويدة راح تروح شرق الفرات. وتحياتي لك وما بدي أطول عليك. اولا السويد والأيام جاية. السويد موجوده، ولكن هذا انت امالك. بكل حال بكل حال احلم وانبسط هاليومين ثلاث ما في مشكله، ولا هالشهر شهرين. احنا ناس اصحاب ارض على مهلنا، ما احنا مستعجلين. اللي ما ناخذه اليوم ناخذه باكر، واللي ما ناخذه باكر ناخذه بعد باكر. على ميت مهلنا صراحه، امورنا واثقين منها، قاعدتنا الشعبيه موجوده وما احنا خايفين منها تهرب او تنهزم. فانت ما ماشي. تسوي اللي ترتئيه وتشوفه مناسب. يعني أنت مصر أنه تهجمون على شرق الفرات مثل ما هجمتوا على السويدة. احنا نحرر مناطق الجزيره العربيه السوريه من ارهاب قسد.